مارينا مش اول تعامل بينا. انا مارينا اعرفها من زمان خالص، من حوالي 2-3 لورا. اشتريت منها حاجات كتيره خالص ومنتجات فعلا فعلا عن تجربه، حاجات حلوه خالص. ده انا اخدته الشتاء اللي فاتت، استخدمت منه الشتاء اللي فاتت، وفي منها حاليا انا بستخدم منها. يعني ممكن تكفيك شتاء كامله وشتوي، يعني هي مش هتخلص، وفعلا عن تجربه حلوه خالص. النيفيا سوفت فعلا حلوه وبترطب الايدين خالص، استخدامها بالليل. جيل الصبار انا بستخدمه بشره وشعر، فعلا بيرطب بشرتي خالص. يعني لو قبل الميك اب او بالليل قبل ما تنامي بيرطب البشره جامد. اما بالنسبه للكبسولات دي فهي بصراحه خرافه، عن تجربه استخدميها بالليل قبل ما تنامي، وممكن لو فاض من الانبول حطي بيها على ايديكي، بتدي بياض جميل وبترطب الايد. بالنسبه لزيت خردل الرضواني ده زيت جميل، واستخدامه في حمام الزيت بيبقى احلى وبيطر الشعر جدا ويخلي فيه نعومه حلوه. لكن الحنه دي فعلا 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 انا استخدمتها على مرتين، وتحطي عليها زيت زيتون بيخلي الشعر طري جدا، فعلا جميله. هي ممكن تكون مش غالية، بس تستخدميها مرتين، ولو شعرك خفيف 3 مرات. حنة فعلا استخدامها حلو، بتدي لون رهيب للشعر. لو شعرك بياخد على اللون بسرعة هتلاقي اللون جامد فيها، لكن لو شعر اسود ممكن اللون يقعد فترة، بس هتدي لمعة نبيتي غامق شوية. المكان جميل فعلا. مارينا حد جميل جدا تتعاملي معاه، تحس ان هي اختها، خصوصا في جلسات تنظيف البشره. انا نظفت عندها فعلا، انا بحس ان دي اختي او اكتر من اختي، لدرجه ان انا بقعد اتكلم معاها كتير، وفعلا انا مبسوطه جدا بمعرفتها. ربنا يخليها لينا دايما، وبسطانه مدلعينا، ويخلي لها جوزها وليلي.